السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. علاش غادي نمشيو نشريو كونفيتور وحنايا قادين نوجدوه في المنزل، مكونات بسيطه بثمن كيكون رخيص وكذلك بدون مواد حافظه. كنعرفوا اشنو كنوكلوا لوليداتنا. دوزوا معايا نشوفوا جميع المراحل ديالو، شوفوا معايا كيفاش كيكون المربى ديالنا اروع بكثير من اللي كنشريوه من الاسواق. عندنا على بركه الله المندرين اولا اليوسفي اولا الكليمانتين اللي كناخذوه كنغسلوه بطبيعه الحال مزيان وكنقشروه. كي كتشوفوا معايا كنزولوا له كاع هذوك الخويطات البيضين اللي تيكونوا على برا اولا اللي تيكونوا لداخل باش ما كيمرروش لينا المربى ديالنا اولا الكونفيتور. وكنوضعوه في واحد الطنجره اللي غادي نطيبوه بها. انا كنعمل معكم هكذا واضح بالنسبه للمبتدئات باش كتعرفوا مزيان كيفاش كيتم التقشير ديالو بطريقه صحيحه. انا عندي هنايا 4 كيلو ديال المندرين، غادي نضيف معاه 2 كيلو ديال السكر سنيده، غنمزجهم مع بعضهم وغادي نخليهم حتى يرتاحوا ليا مزيان وكيطلقوا ليا داك السيرو ديالهم باش كنحصلوا على نتيجه اللي رائعه. شفتوا معايا هنا بعد ما كيطلق السيرو مزيان غادي نوضعوه فوق النار يغلى شويه، غادي نضيفوا عصير حامض وغادي نبقاو هكذا بالتحريك المستمر. النار ما تكونش عاليه باش ما كيتحرقش. صافي ملي بدا يطيب شي شويه كنزولوا له هذيك الكشكوشه ديالو باش كيكون عندنا نتيجه زوينه. كنبقاو دائما بالتحريك المستمر، النار ما تكونش عاليه، كنقولها وناكد عليها باش ما كيتحرقش المربى ديالنا. صافي كنطفيو عليه النار كنخليوه حتى كيدفى شي شويه، كنكونوا عقمنا القريعات نتاعنا وكنقدموه هكذا بالصحه والراحه ولا كنديروه في القريعات. شفتوا معايا كيفاش كنحصلوا على مربى ناجح غزال بدون مواد حافظه.